يا جماعة and welcome back to my YouTube channel. في فيديو النهاردة هوريكم ازاي ممكن نعمل السكارف ده. واسفة على الانترو الغريبة دي، بس انا نسيت اصور انترو فبصورها دلوقتي وبعمل edit. فلو انتم مهتمين كملوا الفيديو للاخر. عشان نبتدي البروجكت ده هنحتاج خيط كارما فات، هنحتاج بكرتين اللي هما بيكونوا 100 جرام، وهستخدم معاهم ابر تريكو مقاس 14. انا عارفه ان الابر مش مناسبه لحجم الخيط، انا عايزه الغرز بتاعتي تكون واسعه زي ما قلت لكم قبل كده ان احنا لما بنيجي نجيب الخيط بنجيبه من جوه علشان البكره ما تلفش مننا واحنا بنشتغل وتبقى مضايقانا. ناخد من طرف الخيط نحطه ناحيه الشمال كده، نحط حبه كويسين بس عشان نبتدي بيهم، وبعدين هنجيب الابره بتاعتنا ونبتدي نحط عليها 30 غرزه. بنلف الخيط بالشكل ده على ايدينا وندخله في الابره، وبعد كده نلف الخيط التاني اللي هو ناحية اليمين بالشكل ده ونعمل الكروس دي كده. دي كده بتكون اول غرزة. تاني غرزة بنكرر نفس الحركة ان احنا بنعمل كده، وبعدين نجيب طرف الخيط التاني نلفه كده ونخرجه بالشكل ده. بنكرر تاني، بندخل كده بعدين نلف كده ونلف ده كده ونخرجه بالشكل ده، ونفضل نعمل نفس الحركة لحد ما يبقى معانا على الإبرة 30 غرزة. كده انا عملت ال30 غرزة بتوعي على الإبرة بالشكل ده اهو. هبتدي بقى ان انا ابتدي الغرز بتاعتي. ببتدي بقى الغرز بتاعتي من اني بعدي الإبرة بالشكل ده في الغرزة الاولى، بعدين اجي بالخيط الفه على الإبرة اللي تحت كده، وابتدي ان انا اخرج الغرزة بتاعتي كده. كررها مع واحدة تانية اهو. بدخل هنا كده وبعدين الف كده، بعدين اخرج الغرزة من الإبرة بالشكل ده، وبفضل اكرر نفس الخطوة في كل غرزة. هبتدي ان انا ادخلها كده واسحبها بالشكل ده وازق كده الغرز بتاعتي عشان تظبط. هبتدي ان انا ادخلها اهو كده، وبعدين الف الخيط واسحبها بالشكل ده. بدخل في الغرزة كده والف الخيط واسحبها من تحت بالشكل ده، وبفضل اكرر الخطوة دي لحد ما اخلص السطر بتاعي. كده انا وصلت لاخر غرزتين. هبتدي برضو ان انا اعمل نفس الحركة، بدخل في الغرزة من تحت كده، بعد كده الف الخيط على الابرة بالشكل ده كده واسحب الغرزة بتاعتي. اخر واحدة نفس الحركة، الف كده واسحب الغرزة بتاعتي. السطر التاني هكرر نفس الخطوات بالظبط. هبتدي ان انا ادخل بالابرة بالشكل ده، بعدين الف الخيط واخرج بيها. في كل واحدة بعمل نفس الخطوة دي علشان اكون الغرز بتاعتي، وبفضل اكرر نفس الخطوة دي، مش بكمل اي خطوة جديدة لحد ما اخلص اول بكرة. طيب كده انا خلصت البكرة تقريبا، عملت متر من السكارف بتاعنا، والخيط خلص مني هنا بالشكل ده. عشان اكمل شغل بجيب طرف الخيط من البكرة التانية وابتدي ان انا اربطه على الخيط ده ربطة كده، واشدها كويس قوي، وبعدين الخيط التاني هربطه على الخيط ده نفس الربطة واشدها كويس بالشكل ده كده. وبعدين همسك طرفين الخيط، الطرف ده من هنا الطرف ده من هنا، وبحاول اشد بحيث ان الربطات تلزق في بعضها كده. ولما بخلص شغل خالص بقص الزيادات دي، والربطة دي مش بتبان معايا خالص، وببتدي بقى ان انا اكمل الشغل بتاعي عادي جدا. طيب دلوقتي انا هبتدي ان انا اقفل، لاني خلصت خلاص القطعة بتاعتي. بشتغل عادي جدا كأني بعمل الغرز بتاعتي عادي بالشكل ده كده اهو. باخد غرزتين بس الاول، وبعد ما اخدت الغرزتين كده ببتدي اخد اللي انا عملتها الاولى دي
على التانية اخرجها منها كده بالشكل ده كده. بعدين اخد غرزة تاني اهو، الغرزة اهي كده خدتها، لف الخيط واخرج دي من فوق دي كده، وافضل اكمل بنفس الطريقة. ابتدي ان انا اعمل غرزة واخرج دي من فوق دي كده. كده وصلت لاخر واحدة، هبتدي ان انا اشتغلها اهو كده، وهخرج دي من دي كده، وبعدين هشد دي قوي كده، وهجيب المقص اقص الخيط، وبعدين الحلقة اللي انا شدتها دي هدخل الخيط ده فيها واشده بالشكل ده كده، واشد الغرز بتاعتي عشان تتظبط، وبكده اكون خلصت الشال بتاعي. ناقص بقى ان انا اعمل الشراشيب. في الجزئية بتاعة الشراشيب ابتديت ان انا اجمع الخيوط مع بعضها بالشكل ده عشان يكونوا طول واحد، وبعد كده قسمت الخيط نصين، كل خيط بقسمه نصين، وبعدين باخده بإبرة الكروشيه واحطه في الشال من الاخر بالشكل ده. اما بقى الجزء اللي انا كنت رابطه فيه الخيطين مع بعض، بجيب المقص واقصهم على الاخر خالص، ومش بيبقى باين منه اي حاجه. وبس كده، ده شكل الشال في الاخر. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، واكتبوا لي في الكومنتات عايزين فيديوهات ايه تاني الفتره الجايه. وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه السنه الجديده.